الصليب ليس مجرد قطعة الخشب التي علق عليها رب المجد، وليس الصليب مجرد علامة الصليب التي يرشمها الناس أو التي يكتبها الناس، وليس الصليب مجرد شيء نعلقه على صدورنا أو شيء نعلقه على كنائسنا أو نحلي به جدران معابدنا، إنما الصليب هو أعمق من هذا كله. الصليب هو معنى معين في العقيدة وفي الروحيات، فنحن حينما نرشم الصليب ونقول باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين، إنما نعبر عن عقيدة إن الآب نزل من فوق إلى تحت ونقلنا من الشمال إلى اليمين أو نقلنا من الظلمة إلى النور. ففي كل مرة في رشم الصليب نعترف بالثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، ونعترف بعمل الله في نزوله من فوق إلى تحت وفي نقله إيانا من الشمال إلى اليمين أو من الظلمة إلى النور أو من الخطية إلى البر أو من الموت إلى الحياة. ويكون هذا اعترافا منا بعمل الله من أجلنا. فالصليب إذن يحمل عقيدة الثالوث ويحمل عقيدة الفداء ويحمل إخلاء الذات في النزول من فوق إلى تحت. دي أول نقطة يمكن أن نقولها في الصليب وفي علامته. ولهذا كان كل الذين يؤمنون بهذه العقائد يرشمون الصليب أيضا على أجسادهم وعلى أيديهم لكي يذكروا بعضهم البعض بهذه العقائد كلها. الصليب أيضا هو جوهر الحياة المسيحية، بحيث أن المسيحية بدون صليب لا تكون مسيحية على الإطلاق. كثير من الناس يريدون المسيحية حياة راحة وهدوء ومتعة واستجابة في كل ضيقة وعدم تحمل تعب وعدم تحمل ألم، ويكون الله من أجلهم يضعهم في كل وضع مريح لا يتعبون في شيء. وهؤلاء الناس يريدون من الله خيراته ولا يريدون أن يبذلوا من أجله شيئا. أما الصليب فمعناها أنك أنت تتعب من أجل ربنا، وأنك أنت تتحمل من أجل ربنا، وأنك أنت تتألم من أجل ربنا. كلمة الصليب معناها الباب الضيق الذي يفترض أن ندخل منه جميعا، والذي لا يدخل من الباب الضيق يكون قد فقد الطريق إلى الله. كلمة الصليب معناها في العالم يكون لكم ضيق. كلمة الصليب تنطبق مع ما قيل عن بولس الرسول: سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجلي. الذي يهرب من الألم إنما يهرب من الله نفسه ويهرب من جوهر المسيحية، لأن المسيح بيقول: من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. وانت اسأل نفسك: هل أنت تحمل صليبك وتتبع الرب، أم تريد أن تتبع الرب في راحة وفي حرية؟ إيه اللي بتعمله بالضبط؟ الصليب هو الطريق إلى المجد. يعني إيه الطريق إلى المجد؟ يعني إن كنا نتألم معه نتمجد معه، إن كنا نتألم معه نتمجد معه.
فما هو الطريق إلى إنك تتمجد مع ربنا؟ إنك تتألم معاه. رفضت أن تتألم يبقى ترفض أن تتمجد، لأن ده الأسلوب. حياة الإنسان المسيحي هي رحلة نحو الجلجثة، لازم تبقى كده. انت ايه اللي بتتعبه من اجل ربنا؟ في غيرك حملوا صلبانا اصعب، يعني الشهداء مثلا، اي صليب حمله الشهداء، آلام لا تطاق حملوها من اجل الرب، وانت اي آلام بتحملها؟ مفيش حاجة بتحملها من اجل ربنا زي آلام الشهداء. ليه تقول واحد زي ماري جرجس ربنا مجده واعطى له كرامة كبيرة؟ لانه تألم كثيرا من اجله. ليه واحدة زي القديسة دميانة ربنا مجدها كتير؟ لانها تألمت كثيرا من اجله. الذين يحبون الرب يصلون ان تعطى لهم فرصة يتألمون فيها من اجله. دي نقطة كبيرة شوية. اللي بيحب ربنا كتير يصلي ان يعطى فرصة يتألم فيها من اجل الرب، فان لم يطلب هذا الامر من نفسه على الاقل اذا جاءوا لا يتذمر عليه. في انسان يأتيه الصليب فيتذمر، انا صليب تقيل، انا تعبان، انا مش قادر، ويتضجر كثيرا من صليبه. لكن المسيح ذهب الى الصليب بفرح ولم يتضجر اطلاقا. فالصليب معناها انك تتعب من اجل ربنا وتحتمل من اجل ربنا وتشكر في كل تعبك وفي كل احتمالك. ده عيد الصليب لما احنا نعيد من اجل الصليب، مش مجرد ان احنا وجدنا خشبة الصليب او اكتشفنا موضعه او انه بنيت كنيسة على اسمه او غيره. لا، الصليب انك انت تحتمل من اجل ربنا. في الصليب ايضا في تأمل اخر لازم نعرفه، انك انت تصلب مع الرب. يا ريت تفكروا شوية وتتأملوا في هذه الآية وتشوفوا ما مدى تطبيقها عليكم. مع المسيح صلبت لكي أحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيه. آية مشهورة تلاقوها في غلطية 22. غلطية 22: مع المسيح صلبت لكي أحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيه. هل أنت صلبت مع المسيح؟ صلبت مع المسيح يعني تألمت مع المسيح. هنا وأريد أن أقول لكم أمرين اثنين بالنسبة للصليب المسيح. الصليب الأكبر الذي صلب عليه المسيح حين سمر يوم الجمعة على الصليب وسفك دمه من أجلنا، ولكن هناك صليبا آخر حمله المسيح طول مدة حياته على الأرض. من الأخطاء التي يقع فيها البعض أنهم يظنون أن آلام المسيح كانت حينما دقت فيه المسامير وعلق على الخشبة فقط. أبدا، الكلام ده مش صح. قيل عن السيد المسيح إنه رجل أوجاع ومختبر الحزن، رجل أوجاع ومختبر الحزن. وقيل إنه تألم من أجلنا، وقيل إنه جرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. مش بس الصليب، كم مرة شتم المسيح وأهين، أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها، هكذا لم يفتح فاه، كما قال القديس إشعياء النبي. المسيح تحمل كثيرا من الكتبة ومن الفريسيين ومن الصدوقيين ومن الشيوخ ومن الكهنة ومن رؤساء الكهنة ومن كثيرين، وكانت حياته مجموعة من الآلام، وفي كل هذا كان فرحا في الرب. بل قيل إن الآب سر أن يسحقه بالحزن.
انت ايه الآلام اللي تألمتها من اجل ربنا؟ صدقوني يا اخوتي، لو عرفنا مقدار البركة التي يكافئ بها الانسان نتيجة آلامه من اجل الرب، ما كنا نعتفي اطلاقا من الألم، بل كنا نطلب مزيدا مثله، مزيدا منه. حياة انسان يحتمل فيها من اجل الرب. جايز يكون صليبك في الحياة شريك مخالف ومتعب واحتملت هذا الصليب. جايز يكون صليبك اضطهاد اخذته في حياتك من اي مصدر كان وتحتمل هذا الصليب. جايز يكون صليبك احتمالك من اجل البر، من اجل وداعتك، من اجل اتضاعك، من اجل هدوءك، من اجل مسامحتك، دفعت ثمن كبير، وغيرك بياخد حقه بالدراع وبيدي الألم ألمين والشتيمة شتيمتين، ولكن أنت من أجل هدوءك حملت صليبا. جايز يكون صليبك مثل العازر المسكين، تحملت من أجل الله فقرا أو عوزا، أو صرفت على عيلتك أو على قرايبك أو على فقراء، أو حرمت نفسك لكي تعطي غيرك. الصليب ده أنواع وأشكال بيحملها الإنسان من أجل الله. جايز يكون الصليب اتعابك لجسدك في النسك، في الزهد، في الصوم، في المطنيات، في السهر، في العبادة، لا تعطي لعينيك نوما ولا لأكفانك نعاسا ولا راحة لصدغك إلى أن تجد موضعا للرب. صليب إنسان بيحتمله من أجل ربنا. أما حياة كلها راحة، كلها متعة من غير ألم، إذن أين الصليب؟ وإن كان بالزيادة على كده مش مكتفي وتقول له يا رب اديني معجزات واديني آيات، يبقى أنت عايز راحة، عايز راحة. أنت تريد جبل التجلي ولا تريد جبل الجلجثة. أنت يعجبك النور المبهر على جبل طابور، ولا يعجبك الدم المسفوك على جبل الجلجثة، أو العرق المسفوك في بستان جثيماني. ايه تعبك من اجل ربنا؟ يا ريت تضع في ذهنك كلما تذكر الصليب انك تقول اريد يا رب ان اتعب من اجلك، اريد يا رب ان اتعب من اجلك. كتير من الناس تعبوا من اجل ربنا. يعجبني في هذا المثال او في هذا المجال هذا المثال ما قيل عن القديس الأنبا بولا الطموحي في تعبه من أجل الرب، إن ظهر له المسيح في وقت من الأوقات وقال له كفاك تعبا يا حبيبي بولا. صور المسيح يظهر لواحد يقول له كفاك تعب، كفاك تعبا يا حبيبي بولا. فقال له أنا يا رب مهما تعبت يروح فين تعبي إلى جوار تعبك أنت من أجلنا، كفاك تعبي. أما إذا اعتفيت من كل نوع من أنواع الألم، أنا مش قادر أصوم لأن صحتي تعبانة، أنا مش قادر أسهر في الصلاة لأن النوم كابس علي، أنا مش قادر أفتقد تلاميذي في الخدمة وزملائي في الكنيسة عشان الافتقاد فيه مشاكل وتعب، وكمان ما عنديش وقت وما عنديش صحة. أنا مش قادر أصرف على الفقراء عشان فلوسي ما بتكفنيش، ويا دوبك إن زادت شوية يبقى بركة لكن تنقص مش معقول. أنا مش قادر. عارفين معناها إيه؟ معناها في القاموس الروحي أنا لا أريد أن أحمل صليبا من أجل الرب، ملهاش معنى غير كده. طب احمل صليبك واتبعني، دي موجودة فين؟ واحد قال لك كلمة جديدة و100 فكرة في ذهنك ترد عليه تقول له ايه، وتلاقي وسط الردود التي تنفعل في داخلك في صوت بيقول لك احمل صليبك واغفر له. طب احمل صليبي واسكت ده معقول، لكن اغفر له كمان دي صعبة شوية، تبقى تقيلة يا رب.
يقول لك معلش احمل صليبك، خد صليبك وفقه مسمارين، خد صليبك وفقه شوكتين، خد صليبك وفقه جلدتين، خد صليبك واحمله من اجل الرب. وان قلت تعبت ومش قادر ووقعت تحت الصليب، ثق ان الله سينظر الى تعبك ويرسل لك قيروانيا جديدا يحمله عنك ولو جزء من الطريق، كما ارسل سمعان القيرواني ليحمل عن المسيح بعض الطريق وكان رمزا. لكن لا تعتفي من الصليب اطلاقا. ناس كتير كل ما يجي لهم تعب من اجل ربنا يقول لك ليه يا رب، ليه التعب ده، ليه اولادك يتعبوا، لماذا تكافئ محبيك بهذه المكافأة، ليه ما تريحش اولادك؟ واذا صوت المسيح يقول انا استطيع ان اريحكم واستطيع ان امنع الالم عنكم، لكن ده مش من صالحكم، بمقدار ما تتألموا من اجلي بمقدار ما تتمجدوا من اجلي. ان كان كده مبارك انت يا رب في كل ألم ومبارك في كل تعب، ونحن مستعدون ان نحمل صليبا اثقل واثقل، ولتكن مشيئتك وبركة ونعم. لازم نفهم يعني ايه الصليب. الصليب لا يتفق معه التذمر، ولا يتفق معه التضجر، ولا يتفق معه الشكوى كل يوم والتاني، ولا يتفق معه حب الراحة وحب الاعتفاء من الصليب. دي نقطة. في نقطة تاني في الصليب نذكرها، ان المسيح تألم من اجل غيره او حمل آلام غيره، وعلى الصليب حمل خطايا غيره، كما يقول القديس إشعياء النبي كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد عن طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. فأصبح على الصليب حامل خطايا العالم كله، كما قال عنه القديس يوحنا المعمدان هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. فحينما تنظر إلى الصليب إنما تنظر إلى نفس بريئة صالحة كاملة تحمل خطايا غيرها وتموت من أجل غيرها. دي نقطة تاني. هل هذه النقطة موجودة في حياتك وأنت تحمل الصليب؟ هل أنت تحمل خطايا غيرك؟ هل لو واحد لزق فيك غلطة أنت بريء منها تحملها وتسكت وتخليه هو ينفد وأنت تحتمل الغلط، ولا تكشفه وتكسفه وتقول لا وتبرر ذاتك وتغلطه هو؟ يبقى ما صعدتش على الصليب لسه. القديس يوحنا ذهبي الفم يقول إذا كنت لا تستطيع أن تحتمل خطايا غيرك وتنسبها إلى نفسك، فعلى الأقل لا تتهم غيرك وتوقعه في خطية، وعلى الأقل لا تدين غيرك وتحمله خطايا. مش قادر تشيل خطايا غيرك، سيبه لوحده، ما تحملوش خطايا زيادة. هنا على الصليب نذكر هل نحن نحمل خطايا الناس ولا ما بنحمل شيء؟ كم مرة احتملت خطايا غيرك؟ كم مرة؟ كم مرة غيرك غلطان وقلت أنا اللي غلطان ومن كل قلبك وأنقذته ولو أنت دفعت الثمن؟ تقدر تعمل دي؟ هنا الصليب. إذا نظرت إلى الصليب إنما تنظر إلى حامل خطايا الآخرين. من هو يسوع المصلوب؟ هو حامل خطايا الآخرين، ملهاش معنى غير كده. فهل أنت حامل خطايا الآخرين وتقول مع المسيح صلبت ولا ما تقدرش؟ أبيجايل لما قابلت داود تدافع عن نابال الكرملي
قالت لداود: علي أنا يا سيدي هذا الذنب، علي أنا يا سيدي هذا الذنب. بولس الرسول لما أرسل رسالته إلى فيليمون ليدافع عن العبد أنسيموس قال له: إن كان لك عليه دين احسبه علي أنا بولس، أنا أوفي، اعتبره دين بتاعي أنا مش بتاعه. كم مرة أنت بتضع نفسك عن غيرك؟ تيجي الواحد مديون وتقول له: دينك ده اعتبره دين عليا وسيبك منه وأنا اللي هدفعه لك. تيجي الواحد معذور وتقول له: العذر اللي انت فيه ده سيبه عليا وأنا أقوم به بدالك. تيجي الأخ من اخواتك مش قادر يربي عياله لأنه فقير وتقول له: سيب لي الأولاد دول أربيهم. أو تلاقيه بيجهز بنته ومش قادر تقول له: أنا عليا الأوضة الفلانية أو عليا العفش الفلاني. إن ما قدرتش على خطايا الناس احمل أثقال الناس ولو في أمور مادية. أدي الحب الذي يضع نفسه عن غيره. قيل عن المسيح إيه في الصليب؟ رب المجد نفسه قال: ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه عن أحبائه. ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه عن أحبائه. طب وانت على الصليب بتضع نفسك عن أحبائك؟ امتى وضعت نفسك عن أحبائك؟ إن كنت لا تستطيع أن تحتمل ذنب غيرك وتنسبه إلى نفسك فلا تلقي الذنوب على غيرك من الناس. إن كنت لا تستطيع أن تأخذ اتهامات الغير وتنسبها إلى نفسك فلا تتهم غيرك باتهامات. إن كنت لا تستطيع أن تحمل آلام الناس فلا تحمل الناس آلاما بسببك. فانظر إلى نفسك، هل أنت تصلب من أجل غيرك أم أنت تصلب غيرك يوما بعد يوم؟ كم عدد الذين صلبتهم في حياتك؟ كم عدد الذين آلمتهم في حياتك؟ كم عدد الذين جرحتهم في حياتك؟ كم عدد الأشواك التي خرجت منك نحو الغير، وعدد الجلدات اللي خرجت منك نحو الغير، وعدد المسامير اللي سمرتها في غيرك قد ايه؟ هل انت بالنسبة الى الناس مصدر حب ولا مصدر ألم؟ ولا الصليب بالنسبة لنا نرشم كده وخلصت الحكاية؟ لا، ما خلصتش. ده لازم نفهم أعماق هذا الذي نرشمه أولا عشان نعرف احنا بنعمل ايه بالظبط. ايه اللي احنا بنعمله بالظبط؟ السيد المسيح جاء على الصليب يطلب ويخلص ما قد هلك، وعلى الصليب خلص العالم كله، أو قدم خلاصا كافيا للعالم كله بالطريقة التي رسمها بحكمته. وأنت من الذين سعيت إلى خلاصهم مثلما سعى المصلوب إلى خلاص الكل. عندما طلب من المسيح أن يدين غيره أو أن يعاقب غيره أو أن ينزل نارا من السماء لتحرق هذه المدينة، قال: إن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك العالم بل يخلص العالم. يخلصهم إزاي؟ على الصليب. هل أنت بتخلص حد ولو بالألم والتعب ولو بالصليب؟ تقابل واحد تكلمه عن ربنا يتريق عليك ويشتمك ويطردك وانت برضه صابر ومحتمل، وتقول لكي أخلص على كل حال قوما. هل أنت صلبت مع المسيح لأجل الناس؟ دي نقطة. بيقول بولس الرسول في كورنثوس الأولى 5:7 بيقول: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا، ونحن بنتناول من هذا الخروف المذبوح عنا، خروف الفصح. طب نتناوله ازاي؟ بيقول الكتاب ان الخروف الفصح كان يؤكل على أعشاب مرة،
فهل انت بتأكل خروف الفصح على اعشاب مرة ولا بترفض الاعشاب المرة؟ وكل ما حد يكلمك تقول له لا بهجت خلاصه بهجت خلاصه. طب والاعشاب المرة اللي كان بيؤكل عليها خروف الفصح راحت فين في حياتك؟ هي دي الصليب. طب ليه كان بنو إسرائيل يأكلون الفصح على أعشاب مرة؟ ليه؟ ده سهل جدا ان احنا نقول في الفصح نذكر الفرح ان احنا قد نجونا من سيف الملاك المهلك، نجونا ونلنا خلاصا من سيف المهلك، ولما رأى الدم عبر عنا، ونحن نفرح بهذا ونفرح ببهجة خلاصه. لكن فيما كانوا يأكلون خروف الفصح كانوا يتذكرون الخطية التي أخطأوا بها إلى أخيهم فأتت بهم إلى أرض العبودية، ولولا خطيئتهم ضد يوسف ما أتوا إلى أرض العبودية. فقبل أن يذكروا العبور من أرض العبودية يذكروا مع ذلك الخطية التي أتت بهم إلى العبودية، فيأكلون خروف الفصح على أعشاب مرة. أنا أفتكر خروف الفصح فأمتلئ فرحا، أشوف المسيح المصلوب كده والمسامير مدقوقة في إيديه والدم بينزل من راسه ومن جبهته، وأقول له أشكرك يا رب إنك منحت خلاصا للعالم كله. لكن فيما أذكر هذا الخلاص أذكر خطيتي اللي جابت الصليب. لولا خطيتي ما كانش المسيح اتصلب. عارفين الناس اللي يقول لك خليك فرح بالخلاص وفرح بالخلاص وسيبك واوعى تبكي على خطاياك؟ في كلام هؤلاء أنانية وحب للذات، لأن كل اللي بيفكر فيه إزاي أنا خلصت، لكن ما بيفكرش في المسيح الذي تألم من أجل خلاصي وجرح من أجل خلاصي وأهين من أجل خلاصي وذاق الموت من أجل خلاصي. إنه يريد أن يأكل خروف الفصح ولكن ليس على أعشاب مرة. يقول لك إيه الناس الأرثوذكس دول اللي يقول لك ابكي على خطاياك؟ أبكي على خطاياي إيه؟ ما خطاياي شالها المسيح. صحيح يا حبيبي خطاياك شالها المسيح، لكن انت فرحان بنفسك عشان خطاياك اتشالت ونسيت المسيح اللي اتألم من أجلك. بتفكر في نفسك وما بتفكرش في المسيح. بتفكر في نفسك انك نلت خلاص وبتنسى الشوك والجلد والدم واللطم والإهانة والتعيير والألم. بتفكر في نفسك فقط وما تفكرش في المسيح. يبقى نوع من الذاتية والأنانية. أما النفس الحساسة المحبة كلما تنظر إلى الصليب تقول له أنا يا رب سبب هذه الآلام كلها. خطاياي يا رب هي قطرات المر في الكأس اللي انت قلت إن شئت يا أبتاه أن تعبر عني هذه الكأس. أنا اللي دوقتك المر. خطاياي هي الأشواك التي في جبينك. خطاياي هي المسامير التي في يديك وفي قدميك. خطاياي هي الجلدات التي على ظهرك. أنا مش هقعد أفكر في نفسي وأقول أشكرك يا رب إن أنا خلصت. أنا عايز أفكر فيك أنت، في هذا الألم اللي أنا سببته من أجلك. أنا سببت ليك هذا الألم. لذلك يا ليتك فيما تنظر إلى الصليب وفيما تذكر الخلاص تنسحق نفسك من الداخل، تذوب خجلا وتقول له أنت أيها الحامل خطايا العالم كله، خطاياي هي بعض ما قد حملته. أو في اتضاع أقول خطاياي هي أثقل وأبشع ما قد حملته على الصليب. فالإنسان ينظر إلى الصليب وينسحق في الداخل. مش مسألة أنانية،
مش مسألة ذاتك. بيقول احمل صليبك وانكر ذاتك. انكر ذاتك وايه؟ واحمل صليبك. لكن قاعد ما اقول انا مبسوط مبسوط مبسوط، خطاياي راحت، المسيح حملها عني. طب انكر ذاتك شوية وفكر في المسيح وشوف المسيح حمل قدك قد ايه. وتقول له يا رب مش عايز افكر في نفسي، انا عايز افكر فيك. انا يا رب مكسوف منك يا رب. صحيح انت بدمك محيط خطاياي، انا اشكرك، لكن انا مكسوف منك ان خليت دمك يسفك بايدي الخطاة من اجلي. انا مكسوف يا رب. انا لازم اجيب الاعشاب المرة دي واكل عليها خروف الفصح وما فكرش في نفسي فقط. في الصليب نذكر اشياء كثيرة جدا، مش مجرد علامة الصليب. نذكر اكمال الرسالة. المسيح جاء من اجل رسالة اكملها بالصليب، اكملها بالموت، اطاع حتى الموت، موت الصليب. ولما نظر للصليب قال ايه؟ قال لهذا جئت. انا جيت علشان كده، جئت لادفع الثمن، جئت لاتألم، جئت لأخلص هؤلاء الخطاة المساكين. لهذا جئت. لو حياتي كلها مرت بلا صليب مش هتبقى الحياة، مش هتبقى الرسالة، مش هتبقى العمل اللي أنا جيت من أجله. انظروا إلى حياة المسيح. حياة المسيح فيها أشياء كتيرة مفرحة وفيها عظمة كتيرة. تصوروا عظمة المسيح والملائكة بتبشر وتقول نبشركم بفرح عظيم يكون لكم وجميع الشعب ولد لكم المخلص. عظمة المسيح اللي مشي على المية، عظمة المسيح اللي انتهر الرياح، عظمة المسيح اللي أنار على جبل التجلي، عظمة المسيح اللي أقام الأموات، عظمة المسيح اللي أشبع الجموع من 5 خبزات، عظمة المسيح اللي فتح عيون العميان وطهر المريض بالبرص وعمل الآيات والمعجزات وكان يضع يديه على كل واحد فيشفيه. عظمة المسيح اللي انتهر الشياطين وأخرجهم. لكن لو اكتفى المسيح بهذه العظمة وبدون صليب كانت تبقى رسالته ما تمتش. ده لهذا جئت. انا جيت عشان الصليب ده. اوعوا تفتكروا ان انا جيت علشان العظمة دي بتاعت الايات والمعجزات والقوة والمشي على المية وانتهار الريح والحاجات دي. لا تفرحوا بهذا، مش هو ده. انا جئت من اجل هذا الصليب، ولن اعتبر رسالتي قد تمت الا على الصليب. لا اعتبر رسالتي قد تمت الا ايه؟ على الصليب. ولذلك لما اقترب المسيح من الصليب قال ايه؟ قال الان تمجد ابن الانسان، الان رئيس هذا العالم قد دين. وانت يا اخي لن تتم رسالتك في الحياة الا اذا صعدت على الصليب مثله. حياتك بدون صليب ليست حياة. في انسان بيطلب من ربنا ايات ويقول جدوا للمواهب الروحية، وفي انسان بيطلب من الله لسان علشان يتكلم بألسنة، وفي انسان بيطلب من الله قوات وعجائب يبهر الناس او يفتكر يضم للايمان بهذا الاسلوب، وفي انسان يقول له اعطني يا رب ان اصلب معك، اعطني يا رب لا ان اتمجد بالاشياء المبهرة انما ان اتمجد بالصليب معك. اعطني يا رب ان اتألم من اجلك كما اعطيت لعبدك القديس بولس وقلت سأريه كم ينبغي ان يتألم من اجلي. اعطني مذاقة الألم لكي اشترك معك في ألامك.
يعجبني معلمنا القديس بولس حينما تذكر خبرته مع المسيح فقال: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. ايه حكاية شركة آلامه دي؟ متشبها بموته. انت عايز تعرفه في بهاء مجده؟ طب ما تعرفه في شركة آلامه. هنا وأسألك يا من أنت معنا في هذه الليلة، هل دخلت في شركة آلام المسيح؟ ولا احنا النهاردة بنعيد عيد الصليب، يعني ممكن القداس يخرج بدري وناكل شوية كده ونرشم الصليب ونقول كل سنة وانت طيب. لا، شركة آلامه موجودة فين؟ دخلت معاه في شركة آلامه؟ هل عيرت معه؟ هل ظلمت معه؟ هل صلبت معه؟ هل لطمت معه؟ طوباكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عنكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا. ليه؟ لأنكم دخلتم في شركة آلامه، لذلك أجركم عظيم في السماوات. شركة آلامه. أنا يا رب عايز أشترك معاك في الألم، عايز أشترك معاك في الألم، عايز أدوق شوية من ألمك، عايز أصلب معاك،